بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بعد الماتشين اللي حصلوا امبارح من الزمالك وإنبي بعد ما تعادلوا مع بعض، والأهلي اترقع 3 من بيراميدز، وتشوف تعامل الإعلام ما بين الأهلي والزمالك غريب. الزمالك كان يخسر عادي، فريق وحش وإدارة وحشة ومش عارف إيه، وحش وحش وحش، كل حاجة وحشة. الأهلي يخسر؟ إزاي يحصل كده؟ إزاي الأهلي يخسر؟ ده أقوى إدارة في مصر، الإدارة اللي ما فيش منها اتنين، الاداره الجامده قوي. ازاي اللعيبه دي متوفر لها الفلوس دي كلها؟ ده احنا ده سكواد الاهلي ولاعيبه الاهلي وحكايه الاهلي، وكأن الاهلي المفروض اللي هو كان يخش يكتسح كل البطولات. كان ريال مدريد عملها، كان الزمالك في 96 عملها. انما طبعا الاعلام، والاعلام الاهلاوي والاعلام الاحمر واللجان مخوفين اي حد يتكلم ويقول الحقيقه. ايه الحقيقه؟ الحقيقه اللي من اعمالكم سلط عليكم. بمعنى ان الخطيب حاول اللي هو يعمل كل حاجه يوقع بيها الزمالك. لاعيبه يفاوضها، مدربين يجيب لها عقود من بره، لعيبه يجيب لها عقود من بره، ياخد لعيبته، يعمل اي حاجه بحيث اللي هو يوقع الزمالك. وكل مره يجي يعمل كده يلبس في حيطه. السنه اللي فاتت قبل ماتش ستيلن بوش، الجعان راح السفاره، بعدها باسبوعين هو طلع من سان داونز. وحصلت طبعا مرحله كولر والاتحدف بالازايز والشرط الجزائي. مضى زيزو في الصيف، راح كاس العالم اترقع على قفاه. بعدها دخل في موضوع ريبيرو بالموضوع ده كله. بس اللي حصل بقى كل الايام اللي فاتت دي مع اللجان مع اللجان بتاعته بتاع جمال جبر، بيطلع فيه دلوقتي هو مش عارف يصرف العفريت. هو حضر العفريت ومش عارف يصرفه. ايه هو العفريت؟ يسترب. تخيلوا، نادي حاطط شرط جزائي 6 مليون دولار، قيمة موسمين ونص. لا يا رب ما يمشي ويفضل كده اهو. يا رب ما يمشي ويفضل كده، ويفضل يسترب ده على قلب الاهلي والاهلاويه ومحمود الخطيب. اللي حصل امبارح فضيحه. بما يعني فضيحه ملهاش اي مثيل قبل كده اهو. ما اعتقدش اللي حصل امبارح دوت في ماتش بيراميدز والاهلي حصل قبل كده اهو. فضيحه. فريق المليار بيتهان كرويا، بيتهان. بيراميدز اخد الاهلي في كورنر كده هوت في ماتش ملاكمه وعمال يديله. اهانه، اهانه، اهانه. بس بعد ماتش الاهلي جت كده هوت الكاميرا على سيد عبد الحفيظ، اكتر واحد فرحان فيه، اكتر واحد مبسوط انبساط فيه غير عادي. وجت كده هوت في دماغي كلمه هو كان قالها في 2016. الزمالك في نهائي 2016، نهائي بطوله افريقيا، راح لاعب سان داونز في جنوب افريقيا وخسر 3. سيد عبد الحفيظ طلع في قناه الاهلي قال ايه؟ قال يا جماعه افريقيا دي عزيزه علينا، فالفريق اللي كسبك 3 تعالى لنا، ومهما كان الخلافات اللي ما بيننا انا اجيب لك حقك. فيا سيدي عبد الحفيظ، الدوري المصري عزيز علينا، فالفريق اللي رقعك 3 الدور الثاني ورقعك 2 الدور الاولاني، تعالى لي انا واعرف اجيب حقك مهما كان الخلاف اللي ما بيننا، عشان الاهلي ده اسم كبير. فتعالى لي انا، تعالى لي انا وانا اجيب لك حقك.
واقول لك ازاي تعرف تكسبه، واقول لك ازاي تعرف تكسبه. انما 2 الدور الاول، 3 الدور التاني، 1 في رادس و3 في القاهره. عيب، عيب عليك يا سيد عبد الحفيظ يا اللي رحت جبت كاموش ولا كماويش ده، ولا انهي بلوبيف. عيب. سيد عبد الحفيظ الاهلي كبير يا سيد، عيب عليك يا ابو السيد. ده انا فرحان فيك فرح يا سيد عبد الحفيظ. دي حاجه. الحاجه التانيه بقى من ضمن تعامل الاعلام مع خساره الاهلي والزمالك، تتفرج امبارح على ولوله، ولا النهارده على ولوله مهيب عبد الهادي والاهلي بيخسر كأن ميت له ميت. ايه يا مهيب في ايه؟ ايه النادي خسر؟ ايه اللي حصل فيه ايه؟ ولا انت تركي الشيخ بيرقعك ولا ايه؟ ولا انت تركي الشيخ محرج عليكم في ام بي سي ما تجيبوش سيره الاهلي والخطيب؟ هو في ايه يا جماعه؟ ايه يا مهيب عبد الهادي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده الواحد السيد يقول له طب ليه ما تقولش اللي بيراميدز لعب احلى؟ يقول له لا لا لا، بيراميدز ايه ده؟ بيراميدز غاب منه 9 لعيبه. طب ما غاب منه 9 لعيبه وكسب الاهلي 3، يعني ده المفروض الكريدت ليه. لا 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 لا، مهيب عبد الهادي حامي حمى الاهلي والاهلاويه. انا ما شفتش اعلامي كده بيتكلم على الاهلي. يعني قال قبل كده اهوت في اول السيزون لجمال عبد الحميد، كابتن جمال عبد الحميد كان قاعد مع الكابتن اكرامي، قال لجمال عبد الحميد هل الزمالك انتهى؟ قال له لا، قال له عافيه، قال له اه. جمال عبد الحميد قال له اه، تاريخ وبطولات وجماهير وكل حاجه ولعيبه ومجلس اداره، ما انتهاش. تقدر تقول كده على الاهلي يا مهيب؟ هتترقع، هتترقع على قفاك على طول. فما تقدرش تقول كده اهو. فاهدى شويه يا مهيب، لان ده نادي عادي، نادي كوره، وعادي بيخسر بسبب موسم كارثي، موسم كيد النسا اللي عمله الخطيب وزرعوا الخطيب بيحصدوا دلوقتي. المجلس الاعلى للاعلام اللي هو بيترأسه المهندس خالد عبد العزيز، من 4 سنين كان في برنامج اسمه صباح الخير يا مصر، فطلع مذيع كان الاهلي وصل نهائي افريقيا باين، وطلع مذيع اسمه حسام الحداد، اسامه الحداد، حاجه زي كده اهو. وطلع قال رأي ليه هو، يخصه هو. قال ايه؟ قال الاهلي يا جماعه لا يمثل مصر انما يمثل نفسه. تاني يوم اتوقف عن العمل بقرار من مجلس الاعلى للاعلام، وطلعت حمله عليه غير عاديه. ليه؟ فتنه طائفيه وفتنه محليه وبيشجع التعصب وبيعمل وي 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 وي. مهندس خالد عبد العزيز، هل انت ما بتسمعش اللي بيتقال على نادي الزمالك؟ ولا هو نادي الزمالك يعني مثلا عادي اللي هو مثلا مباح في الاعلام، انما النادي الاهلي ومحمود الخطيب غير مباحين؟ يعني هاني حتحوت يقول خبر، يقول الخطيب زعلان ما بيروحش النادي، مقموص، انا زعلان منكم مقموص، انا مش عايز اروح. يوم موقوف 3 اسابيع عشان خبر. ده البت اللي اسمها ياسمين عز طلعت قالت كلام المفروض تتوقف 3 شهور. خالد عبد العزيز لا ارى لا اسمع لا اتكلم. انا مش فاهم في ايه. انا مش فاهم هو لحد امتى انتوا هتفضلوا تدلدلوا في الاهلي كده اهو تدادوا فيه؟ هو في ايه يا جماعه؟ ما تعاملوا الناس كلها سواسيه. هو محمود الخطيب دوت ممنوع الاقتراب او اللمس؟ ولا محمود الخطيب دوت مثلا من اولياء الله الصالحين؟ عرفونا بس، يعني عرفونا الاسطوره الورق اللي اسمه محمود الخطيب ايه. هل ممنوع الاقتراب منه؟ هل ممنوع النقد؟ يعني ده راجل بيقول خبر اتوقف 3 اسابيع، وواحد قال رأي اتوقف مش عارف شهر، وبت معفنه طلعت قالت على نادي الزمالك كلام ما ينفعش يتقال. والله ما اتقال لها حاجه. عيب يا جماعه.
انا عايز اعرف الاعلام الرياضي في مصر دوت بيشتغل ازاي، ولا ايه المسطره بتاعته، ولا هو مثلا على هواه واي حاجه كده هوت وخلاص. ان شاء الله رب العالمين الزمالك ياخد الدوري، ومش مشكله ماتش انبي، لعيبه مجهده. ويا زمالك الاهلي جاي لك، لا فنيات ولا نفسيات ولا مدير فني ولا لعيبه ولا بطيخ ولا بتنجان. اتمنى انكم تعملوا عليهم ماتش العمر، يتكتب في تاريخكم اللي انتوا هتعملوا على الاهلي ماتش العمر. سلام.